مبروك هلال السودان التأهل إلى دور ال 32 على حساب فريق KMK بطل زنزبار. كما تابعتم انتهت نتيجة المباراة بتأخر الهلال بهدف وحيد جاء في الشوط الثاني في أواخر الشوط الثاني. مرحبا بكم ومرحبا بضيوفي في الاستوديو كابتن عمر النجي كابتن السادة. الشوط الثاني يمكن الفريق صاحب الأرض أحرز هدف، ولكن مجمل النتيجة أهلت الهلال إلى دور ال 32. نعم، اولا نقول مبروك للهلال هذا التأهل، ولكن يبدو ان الهلال منتظر مشوار طويل في شكل المعالجات والاعداد. الشوط الثاني اداء دون الوسط على غير الشوط الاول، يمكن يكون ضعف واضح في اللياقه البدنيه بالنسبه للاعبي الهلال، برضه دي اشكاليه كبيره جدا. الهلال برضه يعاني في اشكاليه في التوظيف، افتكر انه شكل العناصر الموجوده في توظيفه محتاج برضه لفتره زمنيه، يعاني برضه اشكاليه في متوسط قلب الدفاع، ويمكن يكون الهدف اللي يحدث واضح جدا يوضح شكل الإشكالية في شكل التمركز ما بين مساوي وسيمبو. وجملة يمكن يكون ده دربي أول للهلال في هذه البطولة، وخصوصا أنه مرحلته الجاية يمكن تكون برضو إلى حد ما هي مقبولة، يقابل الفائز من بطل ملاوي أو بطل جزر القمر، ومحتاج عمل كثير جدا من الجهاز الفني في إعداد الهلال بشكل مغاير ومختلف حتى يمضي قدما في هذه البطولة. نعم كابتن السادة، الهلال يستفاد من معطيات المباراة مجملا وخرج بنتيجة التأهل التي سعى إليها، ولكن ماذا تقول عن شكله الفني في الشوط الثاني تحديدا، رغم أن الفرصة لم تسنح لنا أيضا نتحدث عنه تفصيلا في الشوط الأول؟ طيب، بقول أول حاجة مبروك للهلال، لكن خلينا أقول إنه الهلال كجهاز فني ولاعبين دخلوا هذه المباراة باعتبارهم متقدمين بهدفين، ومن خلال مجريات الشوط الأول وضح أن الهلال لم يستفد من الضعف الفني الذي يعاني منه هذا الفريق، ولذلك لم يبادر بعمل هجمات في شوط مباراة ثاني، رغم أن الهلال كان الأكثر وصولا في شوط المباراة الأول من خلال التسديدات من خارج المرمى. التبديلات الأجراء الهلال تركت أكثر من علامة استفهام، فكيف يعني يدخل أطهر الطاهر الذي كان يلعب على الجانب الأيمن في وظيفة لاعب وسط مهاجم في وجود سيدي بير هو الأكثر خبرة، الأكثر حركة، الأكثر سرعة، والأكثر انتشار. في التوقيت الذي بدأ فيه يتحرك كيب المهاجم تم استبداله. في هذا التوقيت كان من المفترض إدخال لاعب بجواره أو تغيير التنظيم بيلعب به الفريق من 4-4-2 إلى 4-3-2-1، يكون في لاعبين خلف المهاجم كيبي بالشكل لاعب وسط متأخر أو على الأجناب ما بيقدم المستوى المطلوب أو بيكون بعيد عن منطقة المرمى، فكان بالتالي ممكن كان يدفع بالشكل لاعب كمهاجم ثاني. ايضا الاخطاء الدفاعيه كما ذكر كابتن عمر كانت موجوده في هذا الفريق. عموما الهلال بيحتاج كده الهدف اللي احرزه الفريق KMK كان يعني الكره مرت من سيمبو ومن مساوي. بدايه السيتي التحرك قلت الهلال المفروض يدافع من منطقه وسط الملعب. ليه؟ لانه هذا الفريق عنده سرعه في حركه اللاعبين بمعدل اعمار صغير. الهلال الان هو رباعي خط وسط، الحركه بتاعتهم بطيئه او قليله، والتغطيه الدفاعيه ايضا فيها مشاكل. شفنا شوط مباراه اول كان في كره عكسيه طباطه سيسي في انه التعاون معه بالضربه الراسيه وكان ممكن ينتج منها هدف. تكرر ذات السيناريو في انه سيمبو ما عمل التغطيه اللصيغه وفي عدم وجود التغطيه الخلفيه من اتير توماس، واحرز KMK هدفه الاول. عموما الهلال بيحتاج لتغيير شكله خاصة في المنطقة من وسط الميدان إلى المنطقة الهجومية، بيحتاج ل يعني تصحيح أوضاع بعض اللاعبين اللي بيعتمد عليهم في هذه المسيرة الأفريقية، وأولهم مدثر كاريكا الذي يعني أداؤه يترك أكثر من علامة تحت استفهام. ولكن أنا أقول الإجابة هي إنه عدم وجود منافس لمدثر كاريكا في هذه الوظيفة بإبعاد الجزوري وذهاب بكر عبد القادر إلى المريخ. يمكن في فرص كثيرة ضاعت كابتن السادة للهلال في الشوط الأول لم يستفيد منها. يعني الهلال اعتمد على التصويب من خارج المنطقة. أخطر الكرات اللي كان ممكن ينتج عنها هدف للهلال كانت في شوط المباراة الثاني العرضية لعمل السيسي، ولكن كيبي ما كان متوقع إنه المدافع يخطئ في إبعاد الكرة. ده كان ممكن دي أفضل تقريبا هجمة ملعوبة على الأطراف. دقيقة 66. لكن ما عدا ذلك كان اعتماد الهلال فقط على التصويب من خارج المرمى. الهلال لم يعمل أي عملية بتاعت اختراق في وسط هذا الدفاع. اقدر اقول عليه دفاع متهالك، ما عنده خبرات، ما عنده قوه بتاعت التحام. الهجمه المرتده الوحيده اللي عمل الهلال في شوط مباراه اول كان من مدثر كاريكا على بعد 20 يارد او 15 يارد من خط 18 منطقه الهلال، وجات لكيبي لكن صوب تصويبه
ضعيف. انا اقول الهلال هجوميا يعاني، وده بسبب البطء الذي يلازم اداء لاعبي خط الوسط في هذه المنطقه. نعم. التبديلات كما ذكر قبل كابتن عمر هي يعني ما كانت عندها الفائده الكبيره، خاصه تبديل فيصل موسى تاخر كثير. التبديل التكتيكي في الزمن الاضافي بيحتي الحكم المباراه باضافه زمن اخر، يعني بيديه فرصه لاضافه زمن اخر، تعطيل اللعب ايضا بيديه فرصه لاضافه زمن اخر. التكتيكات كان مجرد التبديلات كان مجرد تبديلات، لكن ما شفنا تغير في مستوى الهلال. طيب كابتن عمر، هل تاثر الهلال بانخفاض مستوى اللياقه البدنيه؟ بالتأكيد. شاهدنا الكابتن مدثر كاريكا منذ الاحماء لم يكن هو مدثر كاريكا، وشاهدناه ايضا خلال المباراه. هو واضح واحده من الاشكاليات اللي بيعاني فيها الهلال حتى في فتره الاعداد، انه يكون اشكاليه في مساله المخزون اللياقي بتاع اللاعبين. ده كان واضح حتى في مباراه الذهاب في مدرمان هنا، الشوط الثاني الهلال كان شكله ضعيف جدا في اداؤه، وحتى الفرص اللي سنحت له كان ممكن تغير شكل النتيجه من 2-0 هنا الى نتيجه كبيره جدا، لكن ضعف اللياقه البدنيه اضعف التركيز، ولذلك اضاعت فرص كثيره جدا. الان ده شفنا هذا المردود في الشوط الثاني، وده واضح من شكل الاعداد وواضح من شكل العناصر الموجوده بغلتها. نعم. يعني اذا تكلمنا عن دي التسديده ضاعت من ابو بكر كبير. اذا تكلمنا عن مساله الكرات اللي بيعتمد عليها هذا الفريق KMK، كان بيعتمد كثيرا على الطرف الايسر للهلال، وده عارفين انه طرف موظف. يعني الهلال فيه 3 لعيبه الان غير موجودين. اذا تكلمنا عن الاسيوبي، اذا تكلمنا عن معاويه فداسي، اذا تكلمنا عن بويا، ديل 3. دي اشكاليه اعداديه في الاول، الهلال فقدهم. نعم. بقى في اشكاليه في العناصر الموجوده في وسط الملعب. الان الهلال ما عنده ذخيره وافره من عناصر عندهم خبرات كبيره جدا عشان تعتمد عليه في مشوار طويل زي ده. نعم. في اشكاليه ايضا في العناصر البديله الهجوميه، زي ما تفضل كابتن الساده، انه عدم وجود البديل المنافس القوي ممكن يخلي اللعيبه متراخين، اضافه للحالات النفسيه بتكون مره بهم. نعم. لذلك الهلال محتاج لعمل كثير جدا، محتاج لتحضير بدائل، محتاج لتثبيت تشكيل واضح وصريح، محتاج لعناصر عندها لياقه بدنيه عاليه جدا، وده بيجي بمقبل اللعب ومقبل الايام، واتمنى انه الناس تستفيد من شكل المنافسه المحليه في هذا الاعداد. نعم، احنا عايزين نشوف المباراه بالارقام. الكاميرا حتنتقل لزميلنا مصعب يدينا قراءه في ارقام المباراه احصائيا، الضربات الثابته ونسبه الاستحواذ وما الى ذلك. مرحبا بك مصعب. شكرا الزميله ميرفت، تحيه لك والتحيه لضيوفك الكرام، وايضا التحيه لكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا من خلال شاشه فضائيات النيل الازرق، ومن خلال هذا الاستوديو التحليلي الخاص بمباراه الهلال وKMK الزنزباري في اياب الدور التمهيدي لدوري ابطال افريقيا. مباشره لقراءه الاحداث والاحصائيات التي كانت حاضره من خلال اللقاء. البدايه بمجريات الشوطين. الهلال، الهجمات الخطيره للهلال كانت هنالك 8 هجمات في الشوط الاول مقابل هجمتين في الشوط الثاني. ركلات الزاويه في الشوط الاول كانت هنالك 4 ركلات زاويه للهلال وركلتين زاويتين في الشوط الثاني للهلال. نسبه الامتلاك الكره لنادي الهلال في الشوط الاول كانت 60%، اما يعني في الشوط الثاني كانت نسبه الامتلاك 40%. الضربات الثابته في الشوط الاول كانت هنالك ضربه ثابته وحيده للهلال، وفي الشوط الثاني ضربتين ثابتات لفريق الهلال. الكروت الصفراء يعني شهد الشوطين كرتين من نصيب لاعبي الهلال، اللاعب فيصل موسى واللاعب نيلسون. مباشرة إلى فريق KMK الزنزباري، الهجمات الخطيرة يعني لفريق KMK الزنزباري كانت هجمتين في الشوط الأول مقابل 3 هجمات في الشوط الثاني. ضربات الزاوية في الشوط الأول واحدة من لفريق KMK الزنزباري، أما في الشوط الثاني هدف المباراة الوحيد أتى في الدقيقة 70. نسبة امتلاك الكرة في الشوط الأول لفريق KMK كانت 40%، وفي الشوط الثاني امتلك فريق KMK الزنزباري الكرة بنسبة 60%. الضربات الثابتة كانت هنالك 5 ضربات ثابتة لفريق KMK الزنزباري على مدار الشوطين. في ختام هذه الإحصائية الكاملة لفريق الهلال وKMK الزنزباري، كل التهاني نبعثها لجمهور الوطن على هذا الانتصار الكبير وعلى هذه الفرحة العارمة، وبهذه النتيجة يعني تكفل بتصدر الهلال إلى دور ال 32. نعم، عودة شكرا إليك لك مباشرة زميلة ميرفت لمواصلة الاستديو التحليلي. شكرا مصعب، شكرا على هذه الإحصاءات. نسبة الاستحواذ 60 ل 40 الشوط الأول، 40 ل 60، يمكن الفريقين اقتسموا المباراة. الهلال استفاد يمكن، هل يعني يمكن ضربات الثابتة
بالكم الكبير. الكروت الصفراء يمكن في المباراة الأولى أيضا يعني اتجه اللاعبون للعب الكرة، ما شاهدنا أي عنف في المباراة ولا توقف ولا صافرات الحكم بشكل كبير. هو واضح انه هذا الفريق KMK ذاته فريق مسالم، يعني بيلعب الكوره البسيطه بالتنقل البسيط، ما في احتكاكات كبيره جدا، حتى يساهمون ذاتها في شكل الانتقال وشكل كده بيساعد في انه ما يكون في خشونه واضحه في اللعب. فلذلك المباراتين ذهابا وايابا كانت سلسه الى درجه كبيره جدا، وما كان في عناء بالنسبه للحكمين سواء كان الكيني او اليوغندي اللي ادار هذا اللقاء، فلذلك ما كان في اشكاليه كبيره. نعم. وفي تقديري الشخصي انه مساله الهلال هي خطوه في انه يمشي قدما ويستفاد منها في دوري ال 64 عشان ما يقدر يجهز نفسه بصوره ممتازه بصوره قويه وكبيره في دوري ال 32 حتى يمضي قدما في هذه البطوله، والا نعم. تبقى في اشكاليه. يعني وقفه مع الفريق الهلالي كابتن الساده، مرحله انقضت بخيرها تاهل الهلال، ولكن ماذا يمكن للهلال ان يفعل قبل انطلاقه دور ال 32؟ كويس، خلينا نعمل على كلام كابتن عمر في انه حتى الانذارات اللي نالوها لعيبه الهلال هي ما نتيجه بتاعت مخالفات او احتكاكات، هي كانت ناتجه لتاخير اللعب. البطاقه الاولى لسليمان السيسي تاخر في لعب رميه التماس، والبطاقه الثانيه لفيصل موسى في بعد دخوله تاخر في السماح للاعب KMK انه يلعب المخالفه. انا اقول انه يعني ما يحتاجه الهلال في الاول هو تثبيت الجهاز الفني، لأنه الهلال أصبح في كل مرحلة ومرحلة يعمل تبديلات في الأجهزة الفنية، لذلك لابد هل سيواصل كابتن النقر ومصطفى وخالد بخيت المرحلة القادمة أم ستحدث تبديلات؟ هل إذا حدث تبديل والهلال استجلب مدرب سواء كان أجنبي أو وطني هل حيسمح له بأنه هو يعني يعمل فكره ولا حيملي عليه طريقة أداء الهلال في البطولات الأفريقية؟ لأنه واضح إنه باتريك يعرف مشكلة الهلال لكن بيحتاج لزمن. باتريك كان بيشرك اللاعبين صغار السن واللي عندهم حركة عندهم سرعة، لأنه أيقن إنه مشكلة الهلال في بطء اللاعبين في تقدم أعمار بعض اللاعبين، دي مشكلة الهلال الأساسية، لكن هذا التحول وهذه المعالجة بتحتاج لزمن كبير جدا. الهلال الآن هو مطالب كفريق كبير عنده سمعته في القارة الإفريقية في إنه يعني يعمل تصحيح لأداء اللاعبين اللي عندهم خبرات ويوظفهم التوظيف السليم زي بيشا وزي نزار حامد وزي مدثر كاريكا وزي كاريكا تحديدا، باعتبار انه الهجوم هو السلاح الفعال للفريق في مباريات الذهاب وتأمين الجانب مباريات الأرض، خاصة انه الهدفين اللي احرزهم الهلال احدهم ما لم يكون لاعب مهاجم يعني نزار حامد، ولكن ابو بكر كيبي احرز الهدف الوحيد لخط الهجوم. اعتقد انه استاذه ميرفت برضه خلينا نقول يعني لو شاهدنا 90 دقيقه بنلقى العلاقه بتاعت التواصل بين مدثر كاريكا وكيبي كانت تقريبا في مره او مرتين او 3 مرات على الاكثر، فلاعبين 2 مهاجمين ما في بيناتهم تواصل، فدي بتكون اشكاليه هجوميه كبيره جدا، لذلك لابد انه هذا الوضع الهجومي يتعدل يعني. عموما الهلال تاهل الى دور ال 32 وهذا هو المهم، نبارك لهلال السودان هذه الخطوه على امل ان يفعلها ايضا مريخ السودان مساء اليوم في 8 مساء باستاده بأم درمان. التمنيات لمريخ السودان بالانتصار ومن ثم العبور ايضا لدور ال 32، وكذلك في يوم الغد فريق الخرطوم الوطني بزامبيا يستعد ايضا لخطف بطاقه التاهل امام باور دينامو الزامبي. تحيه لكم كابتن عمر النقي، تحيه لك كابتن محمود جبار الساده، وسلم على الزملاء امجد وشيماء طاقم مساء جديد اللي بيستعد الآن إلى انطلاقة مشوار مساء جديد. وقبل ما نقول لكم يا أمجد وشيماء الكاميرا معاكم، إحنا بنودع مشاهدينا الكرام بنقول لهم إن شاء الله نحن معكم من خلال هذا المشوار الأفريقي، نتمنى أن نكون وفقنا في نقل صورة حية ومباشرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.